خليني اسالك حكايتك بقى مع مورينيو. لان دي حكايه مهمه. وليه ما كانش بيحبك؟ لا هو مش حته، هو المشكله في الاول يعني في الاول هو جاي، يعني هو عايز يلم لعيبه البرتغاليين كلهم. يعني مثلا هو جاي عمل مؤتمر صحفي اول مره يمسك بقى مدير فني، راح يتكلم قال لهم يا جماعه ازاي لعيب افريقي، لعيب يبقى كان احسن لاعب في البرتغال، احسن لاعب في النادي، ما هو المميز، لا المفروض اللعيبه البرتغاليين هم لعيبه على المستوى ده. اول تصريح ليه اول ما جه النادي. انا بسمعه انا مستغرب اصلا. انت كنت وقتها نجم الفريق. كنت ساعتها مميز يعني بشكل كويس قوي. اول تمرينه حسيت فيه يعني غير طريقه لعبك. يعني انت كنت بتلعب بشكل كويس، ان انت بتتحرك بايه، كنت مميز. بتحرك هنا وهنا وبتحرك. كان مع المدير، كان ساعتها كان يوب هانكس هو اللي ماسك النادي بنفيكا. وبعدين مشي جه مورينيو بقى، قال لا انت طريقه لعبك هتتغير، انت هتلعب على الطرف، تقف انت بقى على الخط كده ومش هتتحركش الا لما تجيلك الكوره، ما تخشش جوه خالص وبتاع كده. حسيت ان هو عايز يكتفني، عايز يخلي شكل الايه، شكل ما بقاش شكل كويس. بس ابتدت المشاكل هنا. بس ما قعدكش، كان بيلعبك؟ لا كنت بلعب، بس ايه، كان اول ماتش راح لعبنا في الحته في ناحيه الشمال كده على الخط، واقف على الخط كده بشكل كبير. كان اول ماتش، كان انا فاكر كان ماتش اسمه بوافيستا، اللي لابسين زي الشطرنج دول ولا لابس. اول ماتش اللي مورينيو بقى كان مدير فني، بس بيتكلم معايا لوحده كده في المحاضره، قال لي انت هتلعب على الخط، وبعد ربع ساعه ان انا هدخلك جوه هتلعب بقى لعبك بتاع، بس انا عايز اجرب تجربه بتاع الحاجات دي. اول ربع ساعه دخل فينا جون، مغلوبين 1-0. الشوط الاولاني ما جاتليش كور كتير، واقف على الخط وعمال هو كان في ظهري. ايوه، فكل شويه ناديله، كل شويه ايه اخش هو ورايا، كالما، يقول لي كالما، كل اسمع كلمه كالما دي كتير جدا. كالما يعني ايه ده؟ كل شويه اقف على الخط. خلص الشوط الاولاني مغلوبين 1-0. في المحاضره بقى الكلام كله عليا انا. صبري بونديه يعني ايه بالبرتغالي؟ احنا بنلعب بالليل. قال لي صباح الخير يا صبري بونديه. انت لسه يعني صباح الخير، انت ما جيتش لسه يعني، لسه ما صحيتش. لسه ما صحيتش انا. طب انا فاهمك. انت اللي عمال تقول لي كالما بالظبط.